خطة متكاملة عشان تستغل يوم عرفة بشكل مثالي. أول حاجة لازم تنام بدري على الساعة 10 كده بالكتير، لكن في خطوة مهمة جدا قبل ما تنام، لازم تظبط المنبه على الساعة 2 وتلت الفجر، وده عشان يكون معاك ساعة كاملة قبل الفجر. نص ساعة الأول هتصلي فيه 4 ركعات قيام الليل زائد ركعة وتر، والنص التاني هتتسحر فيه. الوقت اللي باقي من السحور حاول ان انت تذكر ربنا لحد ميعاد صلاة الفجر، وانزل صلي الفجر في المسجد. بعد الصلاة خليك في المسجد لحد الشروق، اقرا قرآن واستغفر، قول أذكار الصباح والمساء، وصلي ركعتين صلاة الضحى. عاش، انت كده بدأت يوم عرفة صح، بس لسه باقي انك تذكر ربنا طول اليوم على قد ما تقدر، ويا ريت لو هتقرا جزء من القرآن على الأقل. وزي ما بدأت اليوم صح ما تنساش تختمه صح، ما تنساش تقعد مع نفسك من العصر للمغرب تدعي ربنا بكل اللي نفسك فيه، وان شاء الله كل اللي هتدعي بيه هيتحقق. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.